السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتي وقناتكم اللي هي من ليا كويزين. اليوم وصفتنا اليوم غادي تكون هائلة وصحية بمنافع، فيها منافع كتيرة كتيرة بزاف، نتمنى تجربوها، اللي هي الزميطة. ويلا معايا ما نحرق لكمش المراحل، يلا معايا تشوفوا المقادير. عواشر مبروكة. هادو هما المقادير اللي كلهم فيهم منافع كما كتلاحظوا. غادي نتوكلوا على بركة. بخصوص المقادير، هنا عندي 500 غرام ديال السمسم اللي هو زنجلان، و500 غرام ديال الحمص كما كتلاحظوا، وهنايا كيلو ديال القمح حبوب كما كتشوفوا، درتو حبوب، وهنايا كيلو ديال الشعير، حبوب الشعير. اللوز كنحتاج واحد 500 غرام ديال اللوز. حبوب الذره 500 غرام، ولكن اللي ما عندوش مونينكس ننصحو يشري الدقيق من الاحسن. إلان 500 غرام ديال الإلان. هاد الحنطه اللي بغا يديرها المتوفره ما متوفرش ماشي مشكل. الحنطه درت 200 غرام. بخصوص كاوكاو 200 غرام. هذه الزريعه ديال نوار الشمس درت منها 250 غرام. الكينوا درت منها 300 غرام كما كتلاحظوا. هذه الكينوا. بخصوص الزريعه ديال القرعه درت 250 غرام اللي هي هذه الشيا 200 غرام ديال حبوب الشيا كما كتلاحظوا. هنايا كأس ديال زريعة الكتان، كأس ديال النافع، وكأس ديال حبة حلاوة، وما نساوش واحد القبصة ديال الملحة. بخصوص هنايا الحبة السوداء اللي كتكون على هذا الشكل هذا، ماشي السانوج، هذه الحبة السوداء الحقيقية. تقدروا تعوضوها بالسانوج الا ما عندكمش الحبة السوداء، ماشي ضروري، حتى هي صحيه. داك السانوج هو صحي. هنايا الاعشاب المرسيطه، عود ديال القرفه، الزعتر، المرسيطه، هذه اللويزه، شويه من الحاجه، شويه ديال السالميه اللي هي المرميه، والنعناع. ما نساوش النعناع. اللي عنده في المغرب ولا في الدول العربيه كيكونوا الانواع النعناع متنوع. تقدروا ديروا البلدي، كاين فيه الانواع، تقدروا ديروهم بثلاثه بهم. هنايا غادي نخلطها انا بزيت ارغان والعسل الحر. تقدروا نتوما تخلطوها اللي ما عندكمش زيت ارغان ديروا زيت الزيتون. مادام هاد الحبوب كلهم صحيين، بلا ما نستعملوا ديك الزبده ولا الزيت الروميه نخسروا كلشي، نخليو كلشي فيهم منافع، لما لا. يلا نمشيو على بركه الله، نحمصوا هادشي ديالنا كلنا. يعني نشدوا واحد المقله والفرن نستعنوا بهم بجوج باش نسربيو بالزربه، ونوجدوا واحد الاناء اللي حمرناه نديروه في هذا الاناء هذا. نديروا ليه اول حاجه واحد الثوب باش ما يعرقش لينا دوك الحبوب وداكشي اللي غادي نطحنوا. ماشي نطحنوا يعني نصهدوهم نسخنوهم ونحمروهم، نديروهم في واحد الثوب باش ما يعرقوش لينا. هنايا غادي نشد هذوك اللويزه والمرميه والزعتر ونديرهم كاع في الاناء من التحت كما كتلاحظوا، باش اللي قليناه نلوحو فوقهم من فوق منهم. هانتوما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. كلشي غادي نحطو هكا من التحت. اللويزه، السلميه، اللويزه، هادشي كامل انا لقيته عند التركي هنايا في فرنسا. كلشي هادشي غادي تلقاو عندكم شي محل تما ديال الاتراك. القرفه غنخليها حتى من بعد نطحنها، هي الاخيره. عود ديال القرفه صافي. غادي نشد الورق حتى هو ديال النعناع حتى هو نديرو، غادي نديرو حتى هو من تما من فوق منهم. من بعد راه غادي يكرم لينا مع داكشي. غادي نحطو فوق منه ساخن اللي قليتو، غنحطوه فوق منهم، راه غادي
يعقب يبس لينا. هنا استعنت واحد الزلافه فيها الماء والملح باش نقرش داكشي اللي غنبدا نقلي. صبقت الحمص هو الاول كما كتلاحظوا. انا راه استعملت الفران واستعملت المقله باش نقضيو بالزربه الغراض. صافي غادي نبدا نرش بديك الملحه والماء على الحمص هكا باش يجي بنين، تكون داخله الملحه، ونبداو نقليو فيه. هنايا شديت واحد الطاوه ديال الفران حتى هي، وضفت فيها داك اللوز. ردوا البال لا تحرق لينا، ضروري نردوا البال باش ما تجيناش ديك النكهه ديال الحرق. صافي انا يدهنا في الفرن. اللي حمصت ولا اللي قليتو، نقولوا نقل، انا تنقولوا حنا تنقولوا نقليو اللي قليتو غادي نلوحو في سميتها، فهاديك الاناء اللي فيه داك الثوب ودوك النباتات. هنايا تاني عاود نفس الطريقه، درت القمح ودرت الملحه. ها هو اللوز تا هو خرجته من الفرن تحمر لي على هذا الشكل، تا هو زدته. ونبقاو غاديين على الطريقه تنحمروا كلشي، نقليو كلشي. هنايا خديت زنجلان حتى هو اللي هو السمسم درتو في الفرن. هذا القمح حمرته ودزتو على العناصر الاخرى. السمسم ضفتو حتى هو. هذا الزريعه ديال القرعه حتى هي نفس الطريقه، ضفت ليها شويه الملحه مع الماء. هذا الشعير حتى هو حمرته، ولا نقول كما قلت لكم نقليه يا لاله نقليه. ايوا صافي ضفتو حتى هو مع العناصر. تنتمنى تجربوها، عرفتي راها صحيه مزيانه، كتخليك نهار كامل واقف مزيان، واللي عنده القيلول العصبي ولا المصران ولا هشاشه العظام ولا يعني صحيه، شي حاجه كلها طبيعيه. هنايا حمرت هذه في الفران حتى هي ضفتها. هذا كاوكاو القوقو. هذه حبه حلاوه والنافع. هذه زريعه ديال نوار الشمس. هذا إلان، عارفين المنافع ديال الإلان. حبه حلاوه والنافع حتى هي. تنبقاو غادي نفس الطريقه كلشي نحمرو نقليو باباه كلشي. هذا إلان، الشيا، الكينوا. نحاول نزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل، يكون طويل عليكم، لهذا كنحاول باش نقصرو. زريعه الكتان. هذه الحبه السوداء درت منها 2 معالق. كاوكاو. واحد النصيحه، داك الدرا شويه فيه صعوبه عندي انا، واحد الماكينه على قد الحال ماشي تيرموميكس، لهذا ننصحكم تشريو الدقيق ديال الذره. راه كاين الدقيق هذا شويه كيخرج على المولينكس، واللي عنده التيرموميكس يشريه زوين تيطحنوا مزيان. اما اللي بحالي شويه فيه صعوبه، تنطحن ونعقب نعاود نطحن ونعقب نعاود. ايوا انا بديت دابا غادي نخلط جميع العناصر كلهم ونبدا نطحن. طحنوا غربل وطحنوا غربل. ومبروك عواشركم بعدا. كاع نسيت ما قلت لكم مبروك عواشركم، والله يدخل عليكم سيدنا رمضان باش ما تمنيتو ان شاء الله، وبالطاعه والعباده. يا صافي تنطحن ونغربل. انايا كانت جاتني كثيره بزاف، حاولت نقص باش تصيب فين الدور ديك الماكينه. واللي عنده الترموميكس راه كيجيب هذا الشيء هائل، ولكن الترموميكس ماشي تشدي تنيلي تخلي كلشي جاري، نو، عنده واحد القياس ديالو، يمكن تدير غير واحد باش يجي. خاص هذا الطحين يجينا بحال الطحين، بحال الدقيق، بحال الفرينه، ما يجيناش معجن ولا مزيت. هذه الزميطه خاصها تكون بحال الدقيق. كنغربلو تنحتفظوا بداكشي جانبا، تنديرو نطحنو ثاني بواحد الطحانه، نعاودو نطحنو في من بعد.
ايوا ها هي الزميطه ديالتنا. هذاك اللون الابيض اللي كيبان راه الكينوا، كتبقى على داك الشكل باينه. نوري لكم الطريقه ديال كيفاش تخلطوه. كنشدو كاس ديال الماء ديال العنبه، كنسخنوه فوق البوطه. ملي كنسخنوه كنزيد عليه 4 المعالق ديال زيت ارغان. ما عندكمش زيت ارغان ديروا زيت الزيتون، وواحد المعلقه او 2 د المعالق تاع العسل اللي يكون عسل ممتاز اللي حر. كما كتلاحظوا شتي درت 2 معالق. دابا على حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتوها تكون عاقده ولا جاريه. كنبقى ندير معلقه بمعلقه. انا يمكن هنايا درت شي 10 المعالق، وكنضيفوا معلقه بمعلقه وحنا كنحركوا في نفس الوقت. كما كتلاحظوا انا تعمدت نخليها عاقده باش نشكلها. هانتوما غادي تشوفوا في سميتو في الفيديو. بقيت تنضيف معلقه هكا ونحرك مع التحريك. هي الزميطه ما كتخلطش كلها، كل مره كتخلطي القياس اللي بغيتي. ما حيت هي كتبقى هكا طحينه. فين ما بغيتي تخلطي واحد 3 ايام ولا 4 ايام كتخلطي على شكل داكشي ديال 3 ايام. انا خليتها كما كتلاحظوا الطحين هكا. انا غير بغيت نشكلها لكم باش تشوفوا كيف جات ونوريكم كيف. ومن بعد غنوري لكم الشكل اللي كيفاش كتقدموها للاكل. خديت هاد المرشم هذا اللي شكل خميسه هكا. كتجينا الزميطه في الاكل هكا خاصها تكون. ماشي مشكل تذوقوها، تقدروا تحطوها غير في الطبسيل هكاك عادي. انا قلت زعما نشكل على هذا الشكل هذا، على شكل خميسه هكا. ايوا هذه هي الزميطه ديالتنا، جات على هذا الشكل وصحيه ونتمنى تجربوها. وتحياتي للمتتبعين اللي في مصر وفي العراق، وتوصلوني تعاليق تاعكم. تنشكركم بزاف. والجزائر وكل الدول العربيه تنشكركم بزاف بزاف على التتبع. وهذا هو الطبق ديالنا، جا على هذا الشكل هذا. وفين ما بغينا الزميطه كنخلطوا واحد شويه. ما عندكمش زيت ارغان ديروا زيت الزيتون. المهم ما ديروش ليه ديك الزبده وداك الزيت الرومي تطبخوه. ديروا حاجه بيو طبيعي. يودوزو بخير اخواتاتي صحاباتي، عواشر مبروكه. ايوا الى فيديو اخر ان شاء الله مع شهوات رمضانيه.